طبعا شباب، اليوم عندكم هذا الطيز ابن الطيز طلع بنواقع وتورط على روحه، طلع الويل جبان ما يطلع واقع، اسمع صوته خاف ينكر. يلا وليدي ما فتح بصمتك، بس يلا انتظرك بالتحرير هسه اطلع يلا. هنا قال له انتظرك بالتحرير يا قلبي، شاد الفضيحة مالته. هنا انا رحت له للتحرير اني كنت امه يا قلبي، يدق علي الطي رفض. يا قلبي المهم هنا قلت له اشمر موقعك، قلت له هسه انا بالتحرير بقى يا قلبي، قلت له هسه انا بالتحرير. يا قلبي سمع الرد مالته ايش قال لي. ها قال لي موقعك هسه الساعة بيش بالعاشرة و22 دقيقة، انتظرك لحد الثنتين بالليل، ما اجيت اقطع الشحاطة على راس امك. هنا هو يسوي روحه بالتحرير يا قلبي، شوف الموقع مالته شنو يقرا، يقرا شارع فلسطين. زلمه زربه هسه انت ابن القهوه، وانا صار لي ساعتين انتظرك بالتحرير عيار بكس امك، وبالاخير طلعت خاتل ببيتكم يا قلب، ولا هذا خنيث ابن خنيث، ولا ما تشوفوك تلو بالنار، ترى ما يطلع واقع كفيلكم لحسين لا تتعبون روحكم وياه، لانها طيز وحدث ابن حدث يدور طشه. شوفوا يا قلبي، يعني صار لي ساعتين انتظره بالتحرير، وبالاخير طلع خاتل ببيتهم بشارع فلسطين، ما ادري شو اسمه. يا قلب المهم، هاي الفضيحة مالته، اسمه القائد جقارة ما ادري شو اسمه، الشيلوت بالعطيز ابن الطيز، اللي يبيع مراجل يكون عنده افعال، لا اجي لبيتكم ازين شواربك بالنعال، لك طيز خنيث عير بكس امك.